هلا. هوب. اهلا بكم وسهلا يا سيدي. نرحب. اهلا بكم وسهلا، مرحبا بكم في معرضنا. معرض هذا سميناه التعايش مع كورونا. معناها كيفاش نجموا نتعايشوا مع هالوباء اللي صار الله. اما باش بالوقايه، بالبراد معناها، وبالغسل اليدين وبالتباعد. بطبيعه الحال معرضنا بدعوات فرديه. ليش؟ معناها حسب بروتوكول الصحه، حيث معناها ما يكونش العدد كبير باش ما يقعش معناها نقولوا حنايا عدوى وشيء من هذا القبيل، باش ديما الامور تمشي صحيه. واضح؟ هاي الحال ممر هاك تشوف فيه معناها في علامه معناها منع، اللي هو ممر ممنوع حتى شعار الاخر. الغالب في بين المعرض باش نشوفوا تو للاسف ها وقع المنع نتاعه. اذا انتهى المعرض انتهى. احنا تو عندنا اشاره نتاع كونه ممنوع العبور نظرا لكونه المكان معناها موبوء، معناها حتى اشعار اخر. هنا تعطينا فكره كيفاش الاماكن الموبوءه ما نجموش نمروا منها بناء على العلامه ذي، ما نجموش نتعدوا منها، ولازم نحترموا العلامات هذيك. وهذايا ها من جمله البروتوكولات الصحيه. اذا مكان يمنعونا من المرور منه ما نمشوش منه. النموذج بتاع الكورونا معناها في المجال البيئي بتاعها خدينا معناها ما عادش كورونا اكل مستورده والاتيه، لا هي كورونا موجوده محليه. فهمت كيفاش نحافظ على الواحده منها. وذاك الانسان معناها كيفاش يتحول من خلال هذا الشكل نتاعه، من خلال الوقايه من كورونا ونوصل للانسان معناها، لان هو عشان الرساله هذيك هي احترام الانسان. بطبيعه الحال نعرف على الكورونا اللي هي اغلب الناس يعتقدوا كونها هي كلها مستورده، تو لا ولات عندنا محليه واخذيناها الكورونا في مجالها البيئي. يناخذوا كيكات الفوسفات في مكان منزلي، يناخذوا في مكان اخر معناها في طريق عام، معناها طريق عام قريب يناخذوها في المجال البيئي. كيف معناها الكورونا راهي محليه. تو ما عادش نفكروا ياسر في كونها مستورده، لا تو لازمنا نكافحوا وندافعوا ونعملوا وقايه من المحليه. انتهى الموضوع باش نقولوا بالشديد الصحيح ياسر في المستورد. وذاك الانسان معناها التحولات بتاعه من خلال التعامل على جال الكورونا، معناها كيفاش تبخ ولا مشهدها تقلب وخلقتها تقلبت، يعني اشبه بالكاريكاتير ولا الانسان. بطبيعه الحال احنا كل الناس تعرف لكونها الخفاش اللي هو الكوفيد معروف الحاله هذه الفيروس عند الخفاش. وبقى كتساؤل هل الخفاش هو اللي نقل المرض هذا للانسان حسب الخبراء يقول لك يصعب ياسر باش ينتقل منها الى، او هي مؤامره او هو طبيعي. هذا هو المعرض يجاوبنا على برشا اسئله ربما في الموضوع هذا. الغايه منها هي في النهايه هو التعايش مع كورونا، الوعي والفهم والوقايه اهم شيء. كيفاش نجم نتعايشوا مع الكورونا باعتبار ما عادش باش ينتهي ولا تينتهي، ما نجموش نعطلوا الحياه ونظامنا وشغلنا من اجل كذا. يلزمنا نعرفوا كيفاش نتفاعلوا معاه وكيفاش معناها نقاوموها. كما تعرف انشاد معناها نموذج نتاع عش هو تفسير بسيط ومبسط في صوره ما اذا ما يسمى بالمؤامره. اذا خذينا المؤامره في كائنات حيه واستعمال هذا ما يسمى الكوفيد معناها ايجابي، اذا كان لقناه او قدمناه للكائنات الحيه دي، لو افترضنا احنا نتكلموا بمنطق مؤامره وكانك انت في لابوراتوار لكن بطريقه مبسطه بسيطه، ايش باش تكون النتيجه؟ النتيجه باش تكون هي هذه. معناها النتيجه كما تشاهدوا اللي هي هون الكورونا عطتنا نتائج نتاع الكورونا، هي بيدها معناها حالات نتاع الكورونا، وتاكد لكون الكائنات الحيه قتلتها. يعني الطيور اللي كانت تعيش ماتت، اللي هي تمثلنا احنا، يعني كل كائن حي ان كان طيور ولا كان بشر ولا غيره. يعني هذا اذا كان ضرر من ضرر المؤامره، لكن احنا نبقى ديما تبقى ديما معناها ما يسمى
بوجود طبيعي هالتطورات في نطاق معناها نقولوا حنايا ضرر البيئه. هذا العمل بطبيعه الحال هو يدخل في الكولاج. هونك كما تشاهد معناها الناس تطل من الطاقه احنا نقولوا العيون الكل من خلال ثقب تاع في الجدار. هي سنيه اللي تاكد لكون الناس كانت في رعب وخوف، ما تنجمش تظهر معناها بجسدها كامل خارج في المحيط الخارجي، تبقى ديما متقوقعه داخل الفضاء اللي هي محجره فيه، تم تحجيرهم فيه. لان الناس وقت ذاك المفاجاه الاولى في العالم كونها الفيروس هذايا شنو الوضعيه نتاعه وكيفاش باش ياثر على الناس، دونك الخوف لازم نقول عم العالم الكل، فهمتني؟ وبعد هذا تطور الامور من خلال لوحات اخرى. نجوا نلقوا في اللوحه هذه مثلا هي عناوين نتاع الجرائد التونسيه من جانفي فيفري مارس افري حتى الافريل. معناها هي الاحداث اللي تعاملت من خلال العناوين هذه، معناها عباره تقرا الجرائد نتاع 6 شهور والاحداث اللي صارت في تونس ومتابعه معناها الفيروس هذايا في تونس، معناها هم يتاخذ مثلا العناوين معناها برشا معلومات تعود للذاكره. هذه تقنيه الكولاج معناها هذه نفس الشيء التلصيق، لكن ما يعطيش الصوره، يعطينا نوعيه نتاع خط اللي هي تعطيك الصوره. كما اختلفنا غاديك معناها نقول العيون اللي هي صوره تقدم لنا الانسان الخايف اللي ينظر من مكان محدد يقول لك يطل من عجبه. هنا لا، هنا العمل نتاعنا بالنص، يعني النص المكتوب، لكن النص المكتوب هي احداث صارت. اذا كي تاخذ مثلا تقول في عنوان هذا الجرائد الموجوده مقاهي بلا مقاعد، مساجد بلا مصلين، واعراس بلا مهنئين، يعني ترجع للذاكره في الفتره معناها حتى في مارس كيفاش الانسان معناها ولا معناها مرعوب معناها هذه او هالوباء هذا. كيف هل تطلب تونس تاجيل سداد القروض باعتبار وضع الاقتصاد والنهار؟ معناها كيف سيواصل البرلمان عملهم حتى مع الجانب السياسي، معناها كيفاش اشكالات نتاع التواصل وخاصه البرلمان وتقديم القوانين الى اخره، وقع ثم اشكال زاد كيف. المهم هذه عناوين الكل تحطنا في نطاق 4 ولا 5 شهور نتاع نقولوا حنايا الحجر ومتابعه، يعني كيفاش رد اراء الاعلام هالوضع، كيفاش قدم للناس. يمكن تكتشف لهنا كون الاعلام ربما قدم بعض المعلومات مهمه، لكن كذلك اقام معناها بخوف الجمهور. يعني هل هو نجاح الاعلام التونسي في التفاعل والتعامل مع الكورونا ودعم المواطنين ووقايتهم من خلال مؤشرات معناها اكل ومضات الاشهريه، او العكس تماما؟ كيف كما تلفزه كما الجريده الى اخره. هكا نشوفوا العناوين هذه بانواعها. سباق دولي محموم لانتاج لقاح الكورونا. مثلا من الحوائج اللي هي تتبقى تاريخ، مثلا فصل تسمع السجن ل5 مواطنين خرقوا الحجر الصحي. يعني كيفاش ولا الحجر الصحي هو جريمه، بينما في سابق القضيه ولا في الحديث ما يعرفوش الناس الوضعيه هذه. يعني كل عناوين تحيلك معناها الاحداث معينه. هنا كما تشاهد العمل كيف ديما ناخذ العمل الفني ناخذوه ككل، وبعدين ناخذوه نجزئوه ككل. هو كما تشاهد معناها العمل معناها فيه جزء عينينا غاديك كيفاش العين المفتوحه والناس تنظر من الثقب معناها من الخوف. هنا لا، هاهم تشوفهم ناعسين، معناها عيون غامضه ناعسه، فهمتني؟ الجزء العلوي. في الثاني لا يكون ناس اخرى تلبس في ما يسمى بالكمامات، فهمت ولا؟ وزادت الليغون هذه ما يسمى القفازات اللي هي كل جديد على نظرنا وعلى فعلنا، ما كانش معناها بالكيفيه اللي صايره. معناها هذه الاضافه معناها الوباء كيفاش غير حتى النظره للمجتمع، غير حتى الادوات والمواد المستعمله، غير عقليه المواطن معناها في التعامل ولا عدم التعامل. فينا نكتشفوا الفوقاني كيفاش على نوم، يعني وكانهم استسهلوا الامور واستسلموا، بينما ناس اخرين بالكمامه نتاعهم والانتباه معناها من اجل معناها حمايه والوقايه نتاعهم. وهذا يدخل في باب التعايش، معناها نسعوا الى التعايش. كيف هنا العمل فني كيف معناها بالعناوين هذه لابريس، معناها اغلب الجرائد الفرنسويه اللي كتبت في تونس الكل نفس الوضعيه، معناها عناوين تحيلك معناها الاوضاع اللي مرت بها تونس. هنا هذا يا بناتي العمل هذا يسموه تنصيبها، هذا بالكلمات فني هو لانستالاسيون بالفرنسويه، بالعربي تنصيب. شيء تنصيب هو تجمع مواد وادوات معينه تخلق بها موضوع معين على مساحه ان كانت مترين 3 متر مربع الى اخره. المهم تخلق بها الموضوع نتاعنا احنا ديما ندخل الكورونا. هكذا الكورونا لهنا السيده هذه الحلقه والبوز نشاهدوه، نشاهدوا انسان كي نردوه بالكورب المعموله فوق منها الكافيد فوق منها، نلقى ذاك الكورب وصلت فيها مارس متعرف لكونه توفت اول متوفي معناها محلي في تونس. اعتبرنا السيده ضيع او السيده اللي وقت ذاك توفت هي توفت نتيجه هالكورونا. يقول قائل ليش نعملوا لانستالاسيون تاعها لهنا؟ واحد باش ناكدوا راه ثم وفاه، اثنين باش نسهلوا كون راهو يمكن تكون حتى تو غدوه بعد غدوه حتى وفاه. ايش معناه؟ معناه يلزمنا نعرف الحقيقه كون راهو ثم امكانيه الوفاه نتيجه هالمرض هذا ولا هذا، كيفاش نتعاملوا؟
ما تخافوش ما تفجعوش، لان في النهايه الفن الدور نتاعه هو يرفعك الرعب والقلق عند الناس باش يولي العقل يخدم، خاطر اخطر حاجه على العقل باش يعبس هو كي يولي عندك قلق وقلق وخوف ومرعوب من الاشياء، بينما العمل الضيق يقربوا الكون عباره سهل مريض توفى فهمتي. وفي نفس الوقت نلقوا اللوحه الفوق منها هي كاستينج كورونا فيروس. تعرفوا الكاستينج هو التجارب تاع الممثلين تلعبون في المسرح، يعني بلغه اخرى وكان بكل استهزاء نقولوا راه كل من يموتوا عباره كاستينج، عباره ناس تعيش في تجربه، في الحياه هذه تجربه الوباء توفى سيتوفى، عباره على كاستينج كاو من هذا. يطلع هاي شو هذا العمل هذا شنو العمل هذا؟ ها شايفوا ماشي الكون هذه ثم مصيبه باهيه، ثم قفازات انا اللي قوم الكون الجديد هذوك اللي يستعملهم الطب فهمتوا؟ في اتجاه ماذا؟ في اتجاه الكورونا، من اجل القضاء على الكورونا، معناها ما يسمى بالدفاع والصراع اللي يقوم به جهاز الطب من اجل معناها القضاء على الكورونا دي على الكوفيد فهمتني؟ محاولة معناها نقول احنا الدفاع، هذه جبهة الصحة كيفاش تدافع من اجل الانسان، معناها كيفاش تحاول تخفف وتقضي على الفيروس هذا القاتل. واضح؟ هذه ايش معناها اللوحة هذه؟ كيف فهمت كذا؟ شو سويت اللوحة هذه؟ هاي اقعد تقول هاي بالنص اقعد في الكرسي هذا هذا في اتجاه هكذا زيد هذه هذه اللوحه هي كيفاش بعض الناس العلماء نفسيا انضروا نفسيا معناها ولوا عندهم خوف كبير، نحن نحب خوف مرات تعطيه يتغدى ولا تتعشى يقول لك لا ما ناكلش لا يقول لك تعطيني في الكورونا، احنا هذا ناكلوه الكورونا عايش ترى تحاول كانك تتعامل معها الكورونا مش تخافيش منها فهمتي؟ مش معناها على خاطر تاكل كورونا لا، لان راهي ما هي ماكلتك ماكله نتعايشوا معاها نعرفوها الوضعيه هذه فهمتني؟ ونقبلوها من خلال ماذا؟ من خلال هو التعامل بالوقايه، يعني كيفاش نعملوا الوقايه نتاعنا مليح وكيفاش معناها نغسلوا يدينا وكيفاش نلبسوا كيما توا الباباتات نتاعنا، نحاولوا لا تعودوا لاباس والتباعد كيف انا شاهد انا التباعد ما يكونش الناس تقعد في القرب نعمل العالم هذيك كما تشوفها شاهد ممنوع منها ثم قاعه هذيك اللي فيها المرضى فهمت ولا معناها للتفاعل معناها تحسيس فهمتني؟ هذه تنصيبه تعرف معناها بجبهه الصحه او الاطباء وغيرهم الذين معناها يكونوا في جبهه من الدفاع على صحه المواطن، هي تكريم لهم من حيث تقديمهم من خلال البلوزه بتاع الواحد ومن خلال معناها حاجب الكورونا السلبي اللي هو بنشوف كيف شاهدين غادي في الجبهه سلبي على خاطر نجم قدره معناها نقولوا حنا في المقاومه نتاعها، وفي نفس الوقت نحبوا نعرفوا راهو كل جبهه يدافع عليها آلة، تاخذ الصحه يدافع على الصحه، تاخذ التعليم يدافع عليه اساتذه المربين، تاخذ معناها الدفاع على الوطن عليه الجيش، تاخذ الامن المحلي عليه الشرطه، وهذا بطبيعه الحال هو المعرض تعمل خصيصا في محل سكن، محل سكن هذا قضيت فيه انا مده نتاع تقول انت الحجر الصحي بانواعه من الذاتي الاختياري الاحترازي الاجباري حتى الشامل حتى الموجه فهمتني؟ في نفس الوقت انا باعتباري في المجال الفني قمت بهالنشاط هذايا فهمتني؟ الى جانب معناها معرض اخر تاع فوتوغرافيا يعني من البدايات حتى لاخر يوم معناها ديما النشاط معناها فوتوغرافيا حول كورونا داخل الفضاء المغلق، هذاك علاش اقمنا المعرض في فضاء المغلق
وفي نفس الوقت الزيارات ما كانتش زيارات معناها نتاع جماعات، لا الزيارات تكون مع افراد، يعني نعملوا دعوات كما دعيت كده توسي وسيم والبنوتات على اساس باش يزوروه بعد يستفيدوا، في نفس الوقت ما تقعش ما يسمى يعني نكونوا محترمين البروتوكول الصحي اللي هو مطلوب هكذا. وفي نفس الوقت نرجعوا التعبير شنو هي كيفاش معناها يقع التعايش مع هالكورونا ذي. التعايش باش تكون اولا السعي نحو الخوف والرهبه وكذا، لازم نعتبر الحاله ذي عاديه جدا، لكن باش نقاوموه باهم حاجه هي الوقايه. اولا الوعي، السعي لازم نكونوا واعيين من خلال الاعمال الفنيه، من خلال الومضات الشهريه، ومن خلال الشعارات اللي نشاهدوا فيها. اثنين نعملوا نوفروا وسائل الوقايه، اهم وسائل الوقايه هو السعي الكمامه ضروريه خاصه في الاماكن العامه، غسل اليدين اللي هو بالمواد المختلفه، الجال ولا تستعمل سيرتو الصابون مهم ياسر. وفي الحالات الخروج لبرا كما نقولوا يكون حتى علاقه بالناس يكون فيها شبه تباعد، يعني مش بالضروره تكون قريب ياسر وما ثمش احراج. هذه مرحله تقتضي باش نكونوا نحترموا الحالات الصحيه، لان من فائده الناس يكون لك مش معقول الواحد يقول انت يتهكم ولا يستنقص ولا يقول لك شنو حاجه، لا يلزم احنا نعملوا البروتوكول الصحي والباقي على الله بطبيعه الحال اذا كان احنا نؤمن بذلك. وفي نفس الوقت معناها تقول تنقلات مثلا، خاصه اذا كانت تنقلات مع ناس نقولوا احنا مش معديين، نقولوا احنا مش مقرب ليك من العاده، جدد جايين من كذا، مش معناها نمسوهم ولا نقول لا التقارب نتاعنا يكون كما حكينا معناها بتباعد معين، نسلموا ما يسمى بالمنكب او باليد على القلب، ما فيش مش حاجه غريبه ياسر. وهكذا نتواصل، يعني ليس التباعد هو منع التواصل، هذا مش صحيح، بالعكس التواصل يستمر مع الناس من خلال هالوقايه هذه والاحتراز من خلال الاعمال اللي تتم هي معمول بها في العالم الكل معناها. وكي هكاك نضمن نروح للسلامه والصحه، وكي يقدر ربي ويوصل الشخص باش يتصاب ماناش نعتبره انتهى العالم، وربي نقولوا كان يرحمه، ونقولوا ان شاء الله ربي الصحه للجميع، وربي ان شاء الله يعطينا بالوقت الطيب.